1:30 ظهرا بتوقيت أسمرة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائيات الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة، أستهل لكم بأبرز ما جاء فيها. تواصل الأنشطة الزراعية في شمال البحر الأحمر، حملة تشجير واسعة في بريخ، مساعدة المزارعين المحتاجين في عد قيح، إسرائيل تهدد إيران برد عسكري، آسيان تسعى لاتفاق للأمن الإلكتروني مع روسيا، وقوات الناتو تطلق تدريبا مشتركا في جورجيا. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. قيم الاجتماع الذي عقد في مدينة مصوع في 31 من يوليو المنصرم تواصل الأنشطة الزراعية جيدا في إقليم شمال البحر الأحمر، وقدمت مكاتب الوزارات وإدارات المديريات والاتحادات تقارير عملها، وأوضحت عن ري المساحات الزراعية الشاسعة في مديريات فورو وشعب وجندع وأفعبت ومصوع من السيول المنحدرة من الهضبة، حيث تم حراثة مساحة حوالي 33 ألف هكتار على مستوى الإقليم، وزراعة نسبة 84% منها. وأشار التقرير إلى حدوث نقص في العلف الحيواني لتعرض المزارع صيفا لدودة الحشد الخريفية الطائرة، والقيام بحملات نفير فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه في مديريات أفعبت ونقفة وشعب وجندع ومصوع وفورو، وتوزيع 100 من أبقار الألبان للمزارعين النموذجيين، وتوزيع 32 من عجولها بعد الولادة إلى المزارعين الآخرين. وفي مجال الإنشاءات تم بناء مدرسة صبرا الداخلية، وإكمال البنى التحتية لمدارس نفاسيت وجندع ومايحبر، وإكمال التشييد مشروعي مياه قلعلو وإرافلي وعيادة علابابو، ويجري العمل لبناء 12 حفيرا في الإقليم. وقدم في الاجتماع توضيحا موسعا حول البرامج المنفذة في مجالات التعليم والصحة والرياضة وحماية الآثار. ودعا حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلل بسو في نهاية الاجتماع لتعزيز دور مدراء المديريات لتقوية مشاركة المواطنين في برامج العمل، مؤكدا على اهتمام إدارة الإقليم لالتزام عمال المؤسسات الحكومية بساعات العمل وتقديم خدمات جيدة. قام سكان 21 قرية في مديرية بريخ بغرس أكثر من 200 ألف شتلة أشجار في مساحة 145 هكتارا. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد ماجور منغستأب أن العمل استهل في النفير الذي بدأ في شهر مارس ببناء المدرجات وحفر الحفر، ومن ثم غرس الشتول، مشيرا إلى أن 90% من شتول الأشجار هي الأشجار البان، وال10% المتبقية من الأشجار الأصيلة. وأشاد مدير مديرية بريخ السيد تسفوف الساتين بالسكان وخاصة الشباب لمشاركة الفاعلة لإنجاح البرنامج. كما أكد السكان على حراسة شتول الأشجار لضمان نموها. حصل مزارعون محتاجون من 16 ضاحية بمديرية عد قيح على دعم بمبلغ 2,160,000 نقفة لشراء البذور. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد جديهون منقشة أن المزارعين تم التعرف على أوضاعهم عبر إدارات ضواحيهم، وقد أقيمت لجنة لمتابعة توزيع الدعم، وشكر المزارعون بدورهم الدعم الحكومي الذي مكنهم من زراعة مزارعهم، وسيعملون جاهدين لمحصول وفير. في غضون ذلك أشار خبير تنمية الأشجار والحياة البرية السيد يوهانس كفل مريم في مديرية عد قيح عن تجهيز أكثر من 315 ألفا من شتول الأشجار في مشتل المديرية لتوزيعها في 18 ضاحية. أكد الإريتريون المقيمون في المهجر على استعدادهم لدعم جمعية تشجيع الابتكار والاختراع. وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الجمعية أمس الأول من أغسطس في قاعة إريترو جيرمان. وقال رئيس الجمعية السيد سامييل جبر أدوناي إن الاجتماع يهدف إلى خلق جسر لأعضاء الجمعية من المبتكرين والمخترعين مع الإريتريين المقيمين في الخارج،
وتمهيد الأرضية لحصولهم على الدعم سواء كان ماديا أم معنويا. وذكر أن الجمعية تضم إلى جانب المخترعين مشجعي الاختراع، ويجري العمل بقوة لجعل منتجات المخترعين تسهم لتطور البلاد. وشدد الشاب يوناتان عقبة ميكائيل القادم من بريطانيا على أهمية إقامة الجمعية الوطنية لتشجيع الابتكار والاختراع، مؤكدا على الجاهزية للمساهمة بالدعم الفني والمالي والأفكار الداعمة والكتب المرجعية. ودعا الاجتماع إلى تأطير الأعضاء بطريقة مدروسة لتعزيز المساهمة وإدخال وسيلة توثيق متطورة وتنظيم الدورات المستمرة وتقوية علاقة الجمعية مع إريتري المهجر. وقدم في المناسبة عرض لمنتجات الابتكار والاختراع. الجدير بذكر أن الجمعية الوطنية لتشجيع الابتكار والاختراع أقيمت تحت إشراف وزارة التعليم بهدف تشجيع أعمال الابتكار والاختراع الجارية في مناطق البلاد كافة. تشهد مديرية نقفة منذ شهر يناير أنشطة تنافير لحماية التربة وحفظ المياه، إضافة إلى بناء سد وصيانة الطرق. وأوضح السكان أن النفير جزء من الأعمال الأهلية التي يقومون بها بهدف استغلال موارد محيطهم. وأكد السكان أن دعم الإسمنت والمعدات الذي قدمته إدارة المديرية أسهم كثيرا لفعالية العمل. وذكر مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد محمد صالح محمد أن المبادرة التي يقوم بها السكان لحل مشكلة المياه والمواصلات تعتبر نموذجية. أعزائي المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، كونوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنشر جيشها إذا حاولت طهران إغلاق مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وقال نتنياهو: إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب فأنا متأكد من أنها ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي سيكون مصمما على الحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا التحالف سيشمل أيضا كل الأفرع العسكرية لإسرائيل. ولم تهدد إيران بإغلاق باب المندب، لكنها قالت إنها ستغلق مضيق هرمز إذا تم منعها من تصدير النفط. في غضون ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية بما في ذلك في مضيق هرمز الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه. تأمل دول جنوب شرق آسيا في التوصل إلى اتفاق حول الأمن الإلكتروني خلال الأيام القادمة مع روسيا التي تتهمها واشنطن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد سلسلة من عمليات التسلل الكبيرة في المنطقة. وتناقش مسودة وثيقة مسألة الاتفاق مع روسيا، ومن المقرر أن تصدر الوثيقة عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان التي تضم 10 أعضاء في ختام الاجتماعات الجارية في سنغافورة. وعانت سنغافورة التي تستضيف اجتماعات آسيان في الآونة الأخيرة من أسوأ هجوم إلكتروني تتعرض له على الإطلاق، عندما سرق متسللون المعلومات الشخصية لحوالي 1,000,000 شخص، ومن بينهم رئيس الوزراء ليه سيانغ لونغ من قاعدة بيانات صحية حكومية. والتقى مسؤولون كبار من رابطة آسيان وروسيا في مارس في جاكرتا لإجراء محادثات موسعة حول التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها. شهدت العاصمة الجورجية تبليسي انطلاق مناورات نوبل بارتنر 2018 في إطار التدريبات العسكرية المشتركة التي تقوم بها قوات حلف شمال الأطلسي في أراضي جورجيا. وجرت مراسم افتتاح المناورات في مطار فازيان العسكري الواقع على بعد حوالي 20 كيلومترا خارج العاصمة تبليسي. ويشارك في المناورات التي تأتي قبل أيام من الذكرى العاشرة لحرب جورجيا مع روسيا 1300 جندي من جورجيا و1170 جنديا من الولايات المتحدة ومئات آخرون من 8 دول أعضاء في حلف الأطلسي. وهذه هي المرة الرابعة التي تقام فيها هذه التدريبات في جورجيا تحت اسم الشريك النبيل.
أظهرت لقطات رائعة إحدى البحيرات المالحة في مدينة يونغشينغ بمقاطعة شانشي شمال الصين، وهي تكتسي بألوان ساحرة متعددة عندما تتغير كثافة الماء وارتفاع درجات الحرارة. ويعود السبب في تعدد ألوان البحيرة الملحية التي يزيد عمرها عن 1000 عام إلى أنواع الطحالب المختلفة الألوان والموجودة بكميات كبيرة، وتتأثر درجة اللون بمدى كثافة الطحالب وانعكاس الضوء عليها، إضافة إلى ألوان الجمبري الذي يتكاثر بسرعة تحت ظروف الطقس الحار، بالإضافة لعوامل أخرى. علاوة على ذلك، مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع تصبح الألوان أكثر حيوية، وتعرض البحيرة قوس قزح من الظلال العميقة. وبحيرة يونغشينغ الملونة يبلغ عمقها 324 مترا، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 132 كيلومترا مربعا، وهي واحدة من 3 بحيرات تحتوي على كميات مهولة من ملح الصوديوم الممتاز وكبريتات الصوديوم في العالم. أعزائي المشاهدين، بهذا قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذه الظهيرة من الفضائيات الإرثية. أشكركم على طيب إصغائكم ومتابعتكم. إلى اللقاء.